استنفار أمني مكثف بالفنيدق تحسبا ليوم 15 شتنبر لإحباط محاولات الهجرة السرية إلى سبت المحتلة. مرحبا بكم. تشهد مدينة الفنيدق استنفارا أمنيا غير مسبوق استعدادا للتاريخ المحدد 15 شتنبر 2024 بعد انتشار دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحث الشباب على محاولة تنظيم اقتحام جماعي للحدود باتجاه سبت المحتلة. هذه الدعوات التي انتشرت بكثافة عبر فيديوهات ومنشورات أثارت مخاوف كبيرة بشأن إمكانية وقوع حوادث هجرة غير شرعية في المنطقة. في ظل هذا الوضع قامت السلطات المحلية بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية بتنفيذ تدابير مشددة لضمان السيطرة على الوضع، كما حذرت المصالح الأمنية من تداول فيديوهات قديمة تستخدم للتحريض وإشاعة الفوضى، مؤكدة أن الوضع الأمني في المنطقة تحت السيطرة ولا يدعو إلى القلق. الجهود الأمنية الحالية تشمل تعزيز الحضور الأمني على طول الحدود، تكثيف الدوريات الميدانية، وإطلاق حملات استباقية لاعتقال المتورطين في الترويج للهجرة غير الشرعية. وقد أسفرت هذه الجهود بالفعل عن توقيف العديد من المشتبه فيهم الذين تم تقديمهم للعدالة. يأتي هذا الاستعداد في سياق حرص السلطات المغربية على حماية الحدود ومنع أي محاولات تهدد الاستقرار الأمني وتؤثر سلبا على صورة البلاد في مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة السرية. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد. إلى اللقاء.